وصفتنا النهاردة تستحق التجربة. هقولك على مقادير وصفة عيش أو خبز تستحق تكون ترند، سهل سريع ما بياخدش وقت خالص، بدقيق ومية وخميرة. فرن البوتاجاز هتعمليه بمنتهى السهولة وهيطلع معاكي طري جدا ومنتفخ بنفس الطريقة. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. عندي هنا كيس من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من السكر، وعندي هنا 4 كوبايات من الدقيق، أخدت منهم معلقتين كبار. بقلب دول مع بعض كويس قوي، وبعد كده هبدأ أنزل عليهم بكوباية من المية الدافية. هبدأ أقلب دول مع بعض كويس قوي لحد لما كله يتجانس مع بعضه. بعد كده ببدأ أغطي عليهم بكيس بلاستيك واحط عليهم طبق واسيب الخميرة معايا لحد لما تتخمر واتأكد ان هي نشطة. الخطوة دي اساسية معايا في الوصفة. بعد طبعا ما عدى عليها حوالي 5 دقايق كانت اتخمرت بالطريقة دي، هنبدأ ننزل عليها بنص كوباية من المية الدافية، وهننزل عليها بال4 كوبايات من الدقيق، وهنزل بمعلقة صغيرة من الملح واقلب الملح مع الدقيق. وبعد كده بسمي بسم الله وببدأ اعجن العجينة. طبعا كوباية ونص مية على ال4 كوبايات دي عجنوا معايا العجينة، بس انا هنا محتاجة عجينة طرية عشان تديكي لقمة عيش معاكي طرية، ما تكونش بتشد معاكي في الاكل. فهرجع انزل عليها بربع كوباية من المية الدافية وارجع اعجنها. هتبص تلاقي العجينة معاكي طريت وساحت. عادي اعجنيها كويس قوي لحد لما ملمسها معاكي يكون ناعم تحت ايدك بالطريقة دي. يبقى ال4 كوبايات دقيق اخدوا معايا كوبايتين الا ربع من المية الدافية. الكوباية اللي عيرت بيها الدقيق هي نفس الكوباية اللي عيرت بيها المية. بس كده عجنتها. بعد ما عجنتها كويس قوي طبعا رجعت نزلت عليها بربع كوباية من الدقيق عشان ابدأ الم العجينة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين بنضف الطبق وبعد كده بلم العجينة. اهم حاجة ان العجينة بتاعتنا طرية جدا. لميتها بالطريقة دي، وهنا عندي طبق فيه رشة من الدقيق. هبدأ احط العجينة بتاعتنا ورش عليها رشة دقيق كمان من فوق. بغطي عليها بكيس بلاستيك بلفها بقماشة، وبما اننا في الصيف فانا هسيبها على الرخامة لحد لما تتخمر معايا ويتضاعف حجمها. هنا بسم الله ما شاء الله كانت اتخمرت وتضاعف حجمها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بصوا، فهاجي هنا على الرخامة هبدأ أرش رشة من الدقيق وهنرجع للعجينة بتاعتنا. أنا بدرت هنا إيدي بالدقيق وببدأ ألم العجينة بالطريقة دي، وبعد كده بقطعها الكور. الكرة بتكبريها وتصغريها على حسب ما انت حابة الرغيف يكون كبير أو صغير معاكي. بعد ما لميت الكورة كويس قوي ببدأ بالطريقة دي أرصها كده على الدقيق وأقطع العيش كله بنفس الطريقة. بسم الله ما شاء الله اداني 10 ترغيفها، 9 كبار وواحد صغير. ببدأ بما اننا في الصيف فالجو سخن فانا هبدأ افردهم على طول على الرخامة. رشيت رشة دقيق ومن اول كرة بدأت ابططها بالطريقة دي على الوش. ما ترشيش دقيق عشان ياخد اللون الحلو من فوق. لو لقيتيه بيلزق معاكي بدري ايدك بس بالدقيق وبططي عادي. ببدأ افرده طولي وعرضي بالطريقة دي، وبعد كده بقسم كل رغيف على 2، يبقى الرغيف بقسمه على 2. عندي هنا صينية عليها قماشة، هبدأ كده اخد الرغيف بتاعنا وابدأ احطه كده فوق القماشة. طبعا هكمل بنفس الطريقة باقي العيش اللي معايا. هبدأ ابططه وابدأ افرده طولي وعرضي زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بقسم كل رغيف على 2. لو حابة تسوي الرغيف زي ما هو عادي. طبعا دي اول رصة معايا. بعد كده ببدأ اغطي عليها بالقماشة وارص فوقيها، وبين كل طبقة والتانية من العيش بغطي بقماشة وارص عليها. دي كان اخر رغيفين معايا. ببدأ اغطي عليهم بالطريقة دي وبشغل الفرن على اعلى درجة حرارة لحد لما الفرن يسخن كويس قوي معايا. كان الفرن اخد حوالي 10 دقايق على بال ما سخن كويس قوي. وهنا كان العيش معايا برضو اتخمر لان زي ما قلت لكم احنا في الصيف فالجو سخن على طول. ببدأ اول ما الفرن بيسخن باجي هنا في صينية ببدأ ارص العيش بتاعنا زي ما انتوا شايفين،
وعلى طول ببدأ أدخله الفرن عشان أسويه. بتسويه على أعلى درجة حرارة، الفرن شغال من فوق ومن تحت. بدخله الأول على الأرضية حوالي دقيقتين 3 دقايق، وبعد كده ببدأ أسحب الصينية أرفعها على الرف الوسطاني وأسيب النار من فوق ومن تحت على أعلى درجة حرارة لحد لما العيش ياخد اللون من فوق ومن تحت ويستوي معايا. بياخد وقت قد إيه في التسوية؟ بياخد من 7 ل9 دقايق في الفرن. زي ما انتوا شايفين لازم من وقت للتاني ادور الصينية عشان كله ينتفخ وكله ياخد نفس درجة اللون. هنا طبعا كان اخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وكله منتفخ والله من اول رغيف لاخر رغيف كله منتفخ معايا بنفس الطريقة. بس كده ببدأ احطهم على فوطة وببدأ اغطي عليهم وارجع في نفس الصينية، بس لازم الحركة بتاعتك تكون سريعة عشان هنا الصينية معايا سخنة. ببدأ ارص العيش وارجع ادخله تاني الفرن بنفس الطريقة دقيقتين 3 دقايق على الارضية، وبعد كده برفعه على الرف الوسطاني. بيبدأ على طول ينتفخ معايا وياخد اللون. شايفين الجمال؟ كله بنفس الطريقة دي، الأولانية والتانية والتالتة كلهم بنفس الطريقة، كله منتفخ زي ما انتوا شايفين. طبعا هسوي الكمية كلها بنفس الطريقة. وهنا شايفين الجمال والحلاوة، شكله بس يشهي النفس على الأكل، فما بالكم من طعمه. بصوا كله منتفخ بنفس وكله واخد نفس درجة التسوية. طبعا هنا دلوقتي هبدأ اوريهولكم من جوه عامل ازاي وقد ايه مستوي، واللقمة معايا طرية جدا وجميلة جدا. كمان الوصفة دي ينفع تتفرز بعد ما يبرد تماما، رصيه في اكياس بلاستيك ودخليه الفريزر. واول ما تحبي تستعمليه او تستخدميه طلعيه من الفريزر وسيبيه شوية على الرخامة، هيبدأ يفك معاكي ويرجع زي ما كأنه لسه مخبوز حالا. شايفين من جوه عامل ازاي؟ مستوي حلو قوي، واللقمة معاكي طرية وطعمه أحلى مليون مرة من اللي بتشتريه من بره. وده كله من 4 كوبايات من الدقيق، يعني من نص كيلو دقيق. شايفين اللقمة من جوه عاملة ازاي؟ ينفع للأولاد في اللانش بوكس تحشوه لهم لانشون، جبنة، أي حشوة انت حباها. كمان لو عاملة شاورمة فراخ أو شاورمة لحمة عادي ينفع تحشيها للأولاد، بيبقى طعمه حلو قوي. الوصفة دي كانت ترند من فترة، شفتها على صفحة المزاجنجي كان بيصور في مطعم، فعجبني العيش فقلت لازم أنزل لكم طريقته. فاتمنى بجد تجربوا وصفتي للنهارده وتقولولي على رأيكم فيها. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، واستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله، واشوفكم على خير في وصفة جديدة.